مساء الفل يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ خلص ماتش الاهلي وبالميراس دلوقتي بنتيجة 2-0 وفوز بالميراس و 80% خروج النادي الاهلي من بطولة كأس العالم للأندية. انتر ميامي هيلاعب بورتو بعد شوية، لو بنسبة كبيرة بورتو هيكسب، هيبقى 4 نقط وبالميراس 4. موضوع صعب قوي انك تكسب بورتو الماتش الأخير في ظل الغيبات اللي عندك، وزاد عليهم مروان عطية انذارين، في ظل المستوى كمان بتاع الاهلي الصراحة. علامة استفهام غريبة قوي في الشوط الثاني. الاهلي نفس اللي حصل في ماتش انتر ميامي اتكرر بالكوبي بيست بالظبط. اللعيبه بتنزل الشوط الثاني واقفه تماما. الشوط الاول ما كانتش قوي قوي زي الماتش الاولاني بتاع انتر ميامي، هجمات وبتاع، بس على الاقل الشوط الاولاني بتباصي رايح. وسام ضيع واحده قعد يشوطها كذا مره. كان ممكن الفرقه اللي قدامك تاخد طرد، هي بالمناسبه مش طرد، هو فعلا زي ما الحكم قال اللعيب اللي قدامك ما كانش رافع رجله قوي عشان تستحق الطرد. يعني على الاقل ليك شكل الشوط الاولاني، انت الشوط الثاني نازل مفيش اي حاجه خالص، مفيش، اللعيبه بتجري بس حصه العاب، اللعيبه كلها عماله تجري في اي حته، لا عارف مين وينج رايت ولا مين نص ملعب ولا مين فين قاعد بتفرج على لعيبه قاعده تجري وخلاص. اللعيبه النهارده كلها وحشه بالمناسبه، يمكن باستثناء محمد بن رمضان. لعب 70 دقيقه حلوه جدا او 75 دقيقه، اختفى في اخر ربع ساعه طبعا بدنيا وقع. بس انا شايف ان الوحيد اللي كان على الاقل بيباصي باصتين ثلاثه صح. بقيه اللعيبه مفيش حد قادر ان هو يباصي باصتين ثلاثه حتى، يعني اللي هي الف بالباصات. ما شفتش النهارده باصتين ثلاثه لعيبه الاهلي. طيب خلينا برضو نقول حاجه يا جماعه، ان هنتكلم بقى شويه عن المدير الفني بتاع الاهلي. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن اللعيبه بس، النهارده لازم هنتكلم شويه بقى على المدير الفني. المدير الفني اللي مصمم يلعب من غير وينج رايت، معرفش ليه. مصمم ان هو يخلي زيزو او ايا كان اللي بيلعب وينج رايت يخش في نص الملعب ويلعب محمد هاني كباك رايت، ويديله الجبهه دي كلها. محمد هاني اللي اصلا لما بيبقى قدامه وينج الناس كلها كانت بتهاجمه وانه بيقولوا مستواه ضعيف، فانت حبيت تكافئه وتديله الجبهه كلها بقى عشان الجبهه كلها تموت. ومش فاهم ايه يعني، يا ريت حتى اللي في الحركه ديت اللي انت بتعملها ديت بتخلي مثلا في خطوره من نص الملعب. لا ده انت كده ده مفيش حد، مفيش الماتش كله غير شوطه واحده بس بتاعت قفشه في اخر الماتش. فانت كده كده الخطه اللي انت عاملها ديت مش جايه بفايده على حساب حاجه. المهم مش عايزين نحكم على المدير الفني بدري، بس في حاجات والله قلتها انا الصبح في الفيديو اللي قبل ده على طول، لو حابب تخش تبص عليه كده، سجلت فيديو الصبح قلت انا مش مدرب ولا كوتش ولا اصلا شفت فرقه بالميراس ديت السنه دي، ولا شفت الدوري البرازيلي كله، بس شفت ماتش بورتو، شفت ماتش بالميراس وبورتو، فجمعت نقطتين ثلاثه. فانا مش فاهم ازاي هو ككوتش ما جمعش النقط ديت، يعني حاجات باينه قوي يعني. انت لما نزلت بيكهام عرفت تبني كرة من ورا، انت الماتش كله بداري وياسر ابراهيم مش عارف تبني كرة من ورا. الاثنين مش لعيبه كوره، الاثنين مش عارفين يبداوا كوره، مش عارفين يباصوا كوره. والسبب طبعا معروف، ان بالميراس فرقه بتضغط جامد، بتضغط عالي. ده النهارده على فكره ما ضغطوش زي ما انا كنت متوقع، يعني ده ضغطوا يعني اللي هم ادوك براح شويه، ده انا كنت متوقع اكتر من كده. ورغم كده برضو ما عرفتش تبني الكوره من ورا، عشان ما عندكش لعيب يعرف يطلع بالكوره من ورا زي بيكهام. برضو مستغرب جدا انك صممت على حمدي فتحي. طب ما اليو ديانج ده سريع وقوي وراجل كان هيفرتك لك الحته بتاعت نص الملعب دي. حمدي فتحي النهارده كان وحش، ومروان عطيه كان وحش جدا اللي كان نجم ماتش انتر ميامي. برضو صممت ما تديش اليو ديانج الماتش كله، ما نزلت، لا نزلت الفرقه كلها الماتشين، والوحيد اللي ما نزلتوش اليو ديانج، مش عارف علامه استفهام، برضو علامه استفهام غريبه. الحاجه الوحيده اللي ممكن اوافق يعني اوافق فيها المدير الفني بتاع الاهلي اللي هو نزل بن شرقي متاخر. انت طبعا هتقعد تقول ده ازاي يقعد وزي ما كانش يبدا والكلام دوت، لان بن شرقي لو كان بدا وبالميراس في عز السخونه بتاعتهم وقاعدين يهاجموا ويعملوا، لا كان ساعتها اي حاجه طلعت الله يموت. ده تريزيجيه كان بيرجع معاه وكان الدنيا بايظه. بن شرقي ما كانش هيرجع اساسا، وبن شرقي دفاعيا بطيء جدا وضعيف جدا دفاعيا، فطبعا نزوله متاخر ده الحاجه الوحيده اللي مفهومه يعني. ما اعرفش يعني الصراحه الاهلي في الحته بتاعت الماتشات اللي في كاس العالم والعالميا، ما اعرفش ليه في حاجز كده غريب الاهلي مش عارف يتخطاه. حاجز ان تحس ان اللعيبه مش واثقه في نفسها، او تحس ان هم عايزين يعملوا كل حاجه جواهم فبيعملوا اوحش ما عندهم. الاهلي في ماتش باتشوكا اللي كان من 6 شهور نفس الكلام، بالميراس السنه اللي فاتت تقريبا نفس الكلام، فلومينيزي. هتلاقي على مدار الماتشات بتاع كاس العالم كلها الاهلي بيبقى وحش قوي في ماتشات كاس العالم. اللعيبه دي على فكره مش حاسه بقيمه البطوله ديت،
اللعيبه بتاعت الاهلي مش حاسه بقيمه البطوله ديت، لانها لو حاسه بقيمه البطوله ديت كانوا هيطلعوا اكتر من كده. البطوله دي بتلعب كل 4 سنين يا جماعه، في منكم لعيبه كتير قوي مش هتلعب البطوله الجايه، عشان في اللي هيبقى مشي واللي هيبقى اعتزل. الكلام ده قلته الصبح والله في الفيديو اللي قبل دوت. بس واضح ان اللعيبه لا، ما يعني ما اعرفش ده كواليتي ولا المدير الفني بتاع الاهلي علامه استفهام بصراحه. برضه هنقول نفس الجمله، مش عايزين نحكم عليه بدري، بس هو علامه استفهام. انت اللعيبه ما اعرفش بتخش بين الشوطين انت بتقول لهم ايه، بينزلوا وحشين قوي، بينزلوا اوحش من بدايه الماتش. النهارده كمان كان في توقف تاني، توقف بتاع السحابه، رجعوا اوحش. يعني انت كل ما يخشوا تكلمهم يرجعوا اوحش، فدي علامه استفهام غريبه جدا. انت بدل ما تديهم تعليمات وتفوقهم ايه اللي بيحصل يخليهم وحشين قوي كده؟ مش فاهم يعني. العنصر البدني فارق جدا في الاهلي. انا مش عايز اقعد اعيد نفس الكلام. الاهلي يعني الامل الوحيد دلوقتي ان انتر ميامي وبورتو يتعادلوا وانت تكسب بورتو. طبعا لفه صعبه قوي، انت خسرت من ماتش انتر ميامي على فكره، انت طلعت يعني من ماتش انتر ميامي، لان ده اللي احنا قلناه، انك ال3 نقط بتاع انتر ميامي كانوا سهلين قوي، كنت النهارده تدور على نقطه، او حتى لو خسرت تدور على نقطه قدام بورتو. خساره انتر ميامي 80% من خروجك في البطوله. النهارده انت عملت ماتش وحش قوي. خلينا نشوف كده اللي هيحصل ايه بعد شويه في ماتش بورتو انتر ميامي، ونتقابل الماتش الثالث، وارد لك لجمهور الاهلي على الخساره والخروج، وان شاء الله نتقابل قبل الماتش الجاي، ممكن نتكلم برضو فيديو كده سريع. السلام عليكم.